الصحة بيدك مو بيد الله، استغفر الله يا ربي. الصحة بيدك مو بيد الله، استغفر الله يا ربي. الأعمار بيد الله، الصحة بيدك، أعوفك من هاي السوالف. الأعمار بيد الله، الصحة بيدك. الله انطاك جسد جميل وانطاك هندسة كونية داخلية وعقلية، وقال لك هاكي نزلي بالحياة وانت صغيرة لحد ما تكبرين. المرض على نوعين، سبب من الله وسبب من الإنسان، والكلاهما المسبب من الله. فمعنى لما الله عز وجل يقدر المرض، أحيانا يأتي المرض بأسباب، لا يأتي المرض هكذا بلا سبب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفاحشة فيكم ليظهرن الله أمراض لم تكن في أسلافكم. فإذا مثلا أعطيك مثال، مرض السكري له أسباب، مرض السرطان له أسباب، مرض كل الأمراض والأوجاع لها أسباب. الله نثر الأسباب بين الخلائق، الله نثر الأسباب بين الخلائق، فمن أصابته الأسباب صابه المرض، ونثر الدواء بين الخلائق. فالأصل في سبب المرض هو الإنسان، لكن المسبب هو الله عز وجل. وتارة أنت تعتني بصحتك فيأتيك المرض بلا أسباب، يكون ابتلاء أو تكفير خطايا أو رفع درجات. في كل الأحوال لابد من وجود سبب. أما أن تقول أنا المسبب فقط وتحصر بك، نقول حصر المرض بالإنسان خطأ، وحصر أسباب المرض بالله خطأ. من 7 فدوات تروحين للحيوانات.